طبق النهاردة هو محشي الكرنب. هنشوف مع بعض ازاي نعمل محشي الكرنب والتسوية المظبوطة اللي تخليه مفلفل وطعمه حلو، وبخطوات سهلة وسريعة كده مع بعض عشان ما تحسيش بمجهود زيادة اوي. انا عاملة الكرنب النهاردة بطريقة التفريز، يعني مش مسلوق، متفرز وهو فريش وطلعته يفك، يعني بيتفرز يوم 2 في الفريزر وبعدين بتطلعيه يفك او اطول، يعني حسب ما انتي حافظاه. لما تيجوا تفكوها تلاقوا ان الورقة طرية جدا كأنها مسلوقة. الطريقة دي سهلة قوي وسريعة، يعني تقدروا تفكوه في الحوض تحت مية على طول، يعني تسحبوا ورقة ورقة تحت الحوض. انا هوريكم مع بعض ازاي نفكها يعني بسهولة. وبقص بالمقص الفروع دي اللي هي بتكون سميكة، وابدأ اتني الورقة نصين واقصها بالمقص الرولات كده متساوية. الورقة حسب العرض بتاعها او حجم الكرومبة ذات نفسه بتطلع مثلا 3 اجزاء او 4 اجزاء، او الورق اللي جوه بيطلع جزئين بس، وبيطلع معاكوا شريط طويل. يا اما هتسيبوه ملفوف زي ما هو كده وانتوا بتلفوا وتقطعوا صابع صابع، او لو انتوا حابين الاول تقطعوا كل الورق فوق بعضه وترصوه فوق بعضه بمقاسات واحدة. شايفين بيتقطع بسهولة جدا كأنه مسلوق، يعني ما بيفرقش ابدا الطريقة دي عن طريقة السلق. هي بس الفرق ان احنا واحنا بنسوي المحشي هتزودوا الملح شوية، لان الطريقة دي معناها ان هو ما تسلقش، ما تحطش في مية ولا ملح ولا كمون ولا اي حاجة خالص. بس هي اسهل قوي في التنفيذ، يعني تسهل عليكم ان انتوا لما تشتروا كرومب مفيش وقت تعملوه دلوقتي او كده، تحفظوها في الفريزر. تقدروا تشيلوا الراس كلها الاول، يعني تشيلوها بالسكينة وبعدين تحفظوها، هتكون اسهل كمان اكتر في ان هي تتفك معاكم بسهولة. شايفين بيتسحب بسهولة جدا. انا لما باجي بفكه في الحوض تحت المية عشان اشطفه ورقة ورقة، لان هو كده ما اتغسلش وما نزلش في مية سخنة ولا حاجة، فبفكه تحت الحوض. يعني في الحوض بنزل عليه مية وبفك ورقة ورقة، بيكون سهل جدا ان هو يتفك بسهولة يعني، والتقطيع سهل خالص. شايفين الرول بيطلع كامل، بيطلع كمية كبيرة من الورق ومش هيهدر معاكم ابدا، يعني هتستفيدوا بالكرومبة بكل الورق بتاعها لأقصى درجة ممكنة. انا بجهز كل الكرومب كده الاول وبعدين بجهز الحشوة. كده الكرومب جاهز معانا، هنبدأ نشوف مقادير الحشوة. كزبرة وبقدونس وشبت مفرومين ناعم، احيانا بيكون مفيش شبت موجود فبستخدم معظم الاوقات كزبرة وبقدونس بس، وبيكونوا كفاية. يعني الشبت طبعا بيدي طعم حلو بس مش كتير بيكون متوفر هنا. المرة دي انا مستخدماه شبت مصري. الرز والخضار هيكون حسب الكمية اللي انتوا هتحشوها، فانا مستخدمة الرز مصري مغسول مش منقوع، مغسول بس ومتصفي كويس قوي. مستخدمة عصير طماطم فريش. الطماطم دايما انا بقول المعلومة دي اللي عندي مش ما بتكونش فيها لون، فبضطر دايما استخدم صلصة جاهزة عشان تديني لون. في المحشي طبعا يفضل تستخدموا نوع صلصة يكون كويس، لو انتوا هتحطوا صلصة خارجية مش هتسبكوا طماطم وتعملوا صلصة. لو هتستخدموا معلبة زي دي ياريت يبقى النوع كويس عشان تديكوا طعم حلو. بصلة كبيرة قوي تكون مبشورة ناعم، او بصلتين وسط مبشورين ناعم خالص. وبستخدم عندي خلطة او دقة كده بحطها في الاخر، عبارة عن فلفل اخضر وثوم وطماطمايه طماطمايه عشان تسهل ضربهم مع بعض في الكبة فيكونوا ناعمين. شايفين لما بضربهم في الكبة ده شكلهم لما ضربتهم في الكبة بيكون ناعم كده، يعني شوية مفيش قطع بس بيكونوا ناعمين. دول هيدوا ريحة تحفة للخلطة في الاخر، بتبقى اخر اضافة خالص لخلطة المحشي عشان يقوي الريحة والطعم. البهارات اللي بستخدمها دايما للمحشي هي البسيطة جدا، كمون وكزبرة وملح وفلفل اسمر. الفلفل الاسمر هطحنه فريش، مش بحط اي بهارات تانية. لو في اي حاجة تانية بتكون من الشوربة، يعني لو حبهان او اي حاجة بتكون من الشوربة. في حلة كبيرة بقى اللي هنحشي فيها انا بعمل فيها التسبيكة، هحط معلقتين او 4
كبار من الزيت. انا عامله كميه دبل، فكل حاجه هتلاقوها الضعف. ومعلقه كبيره من السمنه البلدي. وحطيت البصل لحد ما بيكون لونه ذهبي كده، مش بيكون لونه فاتح. اللون الذهبي ده بيدي تسكيره كده او طعم مسكر شويه للصلصه. وطبعا تلحقوها قبل ما تتحرق، بس الدرجه يعني البني دي اللي هي مش محروقه، ذهبي، اغمق حاجه في الذهبي. بتخلي البصل طعمه مكرمل. والبصلة مبشورة ناعم قوي، فهتدوب بسرعة، يعني مش هيبقى فيه قطع في الصلصة ولا حاجة بصل، هي هتبقى طعم ونكهة من غير ما تكون، مش هتحسوا ان فيه قطع بصل. كل ده انا فاتحة النار، مش بطفي ابدا النار، بس النار واطية خالص. بضيف الخلطة كلها والخضار وكل حاجة والنار شغالة. في ناس بتعمل على البارد، يعني خلاص بتخلط كل المكونات بره على البارد. لا، انا بحبها الحقيقة والنار مفتوحة. طول ما انا بحط اي اضافة بكون شامة ريحة خلطة المحشي. بضيف كوباية من المية، مش شوربة ولا مرقة، كوباية من المية عشان الصلصة والرز ما يتلسعوش على النار، يبقى فيه كمية سوائل او بخار كده شوية لحد ما اشم ريحة المحشي. بضيف الخضرة والكمون والكزبرة والملح والفلفل الاسمر، كل دول واقلب تقلبتين لحد ما الرز يبدأ يدفى، يعني يكون ساخن كده شوية. يعني الخلطة كلها بتسخن مش على البارد. وقبل ما اطفي عليها على طول بضيف لها خلطة الثوم بالفلفل بالطماطم، واقلب لحد برضو النار لسه مفتوحة. هتبدأوا تشموا ريحة الثوم مع الفلفل الاخضر. الخطوة دي بالنسبة لي اهم خطوة في المحشي الحقيقة، لانها هي اللي بتظهر ريحة الخلطة قوي. فيعني جربوها، هتديكوا نتيجة روعة. كده انا جهزت خلاص الورق جنبي. يا اما زي ما قلت لكم هترصوا كده رصه فوق بعضها متقطعه جاهزه، لو انتوا حابين تقطعوه كله الاول، او تحطوا رولات كده زي ما احنا قطعناها بس الاجزاء وتستخدموها. انا يعني الطريقتين بالنسبه لي سهلين. الخطوه بس اللي انا بعملها بتسهل عليا اكتر، انا ما برصش في الحله على طول. انا بحب ارص، يعني اقفل احشي صابع صابع وبنزله تحت ايديا على طول، ما بحطش في الحله، يعني لحد ما اخلص كميه كبيره او الاقي المكان اتملى، وبعدين انقلهم في الحله مره واحده. لان مجهود، يعني لما تكونوا بتستخدموا حله كبيره وبتفضلوا تحطوا ايديكوا جوه الحله وتطلعوها تحطوها وتطلعوها، بتستهلكوا وقت ومجهود اكبر، غير لما بتلفوا الصابع وتحطوه في نفس المكان تحت ايديكوا على طول، بيكون اسهل. طريقه اللف بتفرق برضو قوي، ان انتوا تحطوا كميه مظبوطه جوه الصابع، يعني ما تملوش الورقه قوي. لو انتوا حاسين ان الرز بتاعكم بيزيد، انا مثلا الرز اللي مستخدماه من النوع اللي بيزيد قوي، فبحط كميه بسيطه قوي من الرز في نص الصابع وابدا الفه واسحبه على الاطراف لبره، عشان ما يكونش فيه رز يخرج مني وانا بلف المحشي او هو بيستوي او بيغلي. شايفين التقطيعه؟ ادتني صوابع تقريبا متساويه. لفيت الحله كلها. الحله دي كبيره قوي، اللي هي المقاس الكبير، اكبر مقاس في الحلل. كل الصوابع تقريبا طلعت متساوية، يعني حجمها او مقاسها واحد، يعني بنسبة حتى 90% هتكون حجم الصوابع بتاعتكو متماثلة او قد بعض. الخطوة بتاعة التسوية بقى بتعتمد على الشوربة. تقدروا تستخدموا اي نوع شوربة متوفر عندكو، سواء شوربة فراخ او شوربة لحمة، يعني اي شوربة يكون الطعم بتاعها كويس ومتملحة كويس. وهنا في الطريقة بتاعة الكرنب المتفرز هنزود الملح بتاع الشوربة اكتر شوية، لان هنراعي زي ما قلتلكوا الكرنب ما كانش مسلوق في ملح، فطعمه عادب شوية، يعني ناقص ملح. هنضيف شوربة لحد الصف قبل الاخير، يعني اخر رصة خالص في المحشي دي مش هنغطيها بالشوربة. لو غطيتوها بالشوربة وهو بيغلي، الصوابع اللي فوق دي كلها هتبدأ تفك مع الغليان، وهيخرج كمية رز كبيرة قوي يعني في الحلة، هتخلي شكل الحلة مش حلو، وهتخلي المحشي يعجن ويلزق في بعضه، مش هيطلع صوابع مفرفرة كده، او ان هي الصوابع كل صابع لوحده. فخلوا دايما مستوى المية زي ما انتوا شايفين كده، يعني اقل من السطر اللي فوق او الصف اللي فوق. هنغطي عليها ونسيبها تغلي لحد ما نشوف الغليان تحت كده، يعني هي مش هتتشرب حاجة، لا هي هتبدأ تغلي زي ما انتوا شايفين كده.
ده على اعلى نار. بعد كده هنوطي عليها ونسيبها تستوي حسب حجم الحلة. اقل حاجة تقريبا للمحشي بتكون ساعة. وما تفتحوش الحلة خالص، لو اضطريتوا ان انتوا تفتحوها يا ريت يكون في جنبكم شوربة دافية. كل ما تفتحوها تحطوا معلقتين شوربة تعوض البخار اللي بيطلع عشان كمية المية ما تنقصش جوه الحلة. شايفين النتيجة طبعا يعني تحفة، والرز جوه مفلفل خالص مش معجن ومستوي كويس قوي. قدموها بقى حسب ما تحبوا، مع لحمة مع فراخ، انتوا وذوقكم. اتمنى الطريقة البسيطة دي تكون عجبتكم، والتكات البسيطة دي تسهل عليكم طريقة المحشي. ولو عجبتكم الوصفة يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان توصل لكم كل الوصفات الجديدة.